أهلا بيكم، معاكم ميجو. أبل أخيرا رسمي نزلت النسخة البيتا بتاعت iOS 18. الفرق بين نسخة البيتا ونسخة المطورين، نسخة البيتا بتكون مستقرة أكتر من نسخة المطورين، المشاكل أقل فيها، وتابعني في آخر الفيديو هقولك إذا كنت تنزلها ولا لأ، ودي خطوات لو عايز تنزل النسخة البيتا. طبعا بتخش على سفاري، بتخش على موقع أبل، اللينك بتاعه هحطهولك في الديسكريبشن أو في الوصف. بعد كده بتنزل عند كلمة Get Started دي. المفروض أنا عشان كنت دخلت قبل كده، لكن هو المفروض بيبقى فيه كلمة اسمها Sign Up، بياخد بصمة وشك أو باسورد التليفون وبيتخش عادي. يعني هنا لو أنت دخلت قبل كده بتدوس Get Started، بعد كده بتدوس Agree. بعد ما دوست Agree بتنزل تحت عند كلمة iOS دي، بتدوس عليها. بعد كده بتنزل هنا اهي، بيقولك طبعا اول حاجة انك تاخد باك اب للجهاز بتاعك او للفايلات بتاعتك. هنا بيقولك لو جهازك اعلى من iOS 16.4 بتنزل النسخة من هنا. بعد كده تحت لو انت جهازك اقل من iOS 16.3 بتدوس على الكلمة دي. طيب احنا طبعا اعلى من iOS 16.4 فهندوس على Open Beta، بس هو هجيب لنا الاختيارات دي. هتدوس على iOS 18 Public Beta، بترجع باك اهي بيجيب لك التحديث. طبعا انا هنا التحديث مش هينفع ينزل عندي عشان انا ما عنديش مساحة، ولازم تكون المساحة الفاضية اقل من 14.5 او 15 جيجا. دلوقتي اقول لك لو عايز تنزله ولا لا، نزله مفيهوش مشكلة، بس هو ممكن يقابلك مشاكل، فالاحسن انك تعمل نسخة احتياطية ليك على الجهاز بتاعك او على الكمبيوتر او على اللابتوب للموبايل بتاعك عشان البيانات بتاعتك ما تروحش. اعمل نسخة احتياطية وبعد كده نزل النسخة البيتا. ولو عايز تعرف اكتر عن تحديث iOS 18 وعن كل تفاصيله، انا كنت عملت فيديو شرحت فيه كل تفصيلة عن iOS 18، هتلاقيه موجود في الاي فوق، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضو تحت. تنساش اللايك والشير والسبسكرايب الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.